عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام متابعينا ومشاهدينا، طبتم وطابت أوقاتكم العميرة باليوم، كل عام طيبين، يا رب تكونوا بخير. تحياتي لحضراتكم، وإن شاء الله كده أيام سعيدة عليكم وكل عام طيبين. وحشتوني وشكرا للتفاعل على المحتوى اللي بقدمه، وإن شاء الله كده نكون بنقول إعجابكم ونقدم حاجة تعجبكم، وإن شاء الله خير كده. تعالوا معانا نشوف إيه اليوم هيمشي إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حاج حمدي، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنطلع المزرعة وبص كده عليه لو مقفول. ما انت قفلت دول صح؟ قفلت دول لقينا اللي كنا عاملينهم سوا. لا ده بقى حاجات بسيطة. ايوه الله ينور. خير ان شاء الله. ده شكل البطارية اللي ايه في البداية كده، ان شاء الله كده يعني ربنا ييسر حالها. شكلها كده احنا هنشتغل لوحدنا. ايه؟ شكلها كده هنشتغل لوحدنا. احسن حاجة. ربنا ييسر حالها ان شاء الله. انا رجعت من الشغل والله يا جماعه الحمد لله، قلت ابص على صاحبي هنا شغال لوحده، الله يكون في عونه. فربنا يصلح دعواتكم لينا ان شاء الله كده، ربنا يتم على خير. هو كده يعتبر ايه عمل الشبابيك المكان كله، هو نظام الستاير ده، ولسه بقى نقفل ان شاء الله كده، ودعواتكم لينا كده ان شاء الله بالتوفيق. انا كنت عايز ما اخشش معاه، بس الصراحه الراجل ما ينفعش يسيبه، فكده انا ايه هو يديني ايه عصاره خبرته. يا حاج هاخد عصاره خبرتك، هاخد عصاره خبرتك في المجال ده. مين؟ هاخد عصاره خبرتك في المجال ده. عبد لله يا عم. ونعم بالله. ماشي يا حاج، ربنا ييسرك الحال ان شاء الله. كل الشبابيك بقى في المكان اهي اتعملت، الجزء ده كله عشان التهويه. هو بيحضر بس عشان خاطر الايه الشتاء، نبدأ دورة الصيف ديت ايه كمان فترة، بس لما تجهز كلها بإذن الله. ونرجع بقى البيت نشوف الحاجة بقى والأولاد فين. توكلنا على الله. تعالوا معانا. اشتك بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ اجيب نور. مش لسه ما تتغدى سعيد؟ طيب ماما فين؟ ماما مع خالتي في مشوار؟ طيب ماشي. عند خالتي مروة عشان تعبان. طيب ماشي حبيبي، يلا. هتاكل موز لوحدك من قبل الأكل كده؟ ماشي. ألف سلام عليك. دخلت عشان أبص كده في المطبخ، لقيت علبة السكر مليانة نمل. هو فيه حد قال لي إن السمسم بيطفش النمل من مكان، بس أنا طبعا بفتح العلبة لقيت النمل ده كله. طب أنا هجيب سمسم أحطه على السكر، فجبت طبق أهو. المفترض كان عمل او السكر محطوط يعني، والعلبه دي مقفوله، كان المفروض نعمل كده، لان دلوقتي في فتره الصيف النمل كله بيطلع يعني ايه بيقتحم كل حاجه، اكل شرب بقى اي حاجه. يعني بلاقي في كل من في بتاع الميه عليه نمل من فوق. فقلت جبت طبق حطيت فيه ميه، فتحت العلبه برضه اهيت. شايفين النمل قد ايه كتير. انت عشان تحط سكر دلوقتي النمل ده هيبقى مثلا تحط سكر في كوبايه الشاي او في كوبايه النسكافيه او اي حاجه بتشربها، هتلاقي نمل كتير في قلب الكوبايه، فمش عارفين نعمل ايه صراحه. فجبت طبق حطيت فيه ميه اهيت، شايفين الميه حوالين العلبه، حطيت العلبه في الطبق. النمله اللي هتنزل بقى هتنزل الميه. يا منيروز، منيرو، نعم. بنفتح علبه السكر لقيت فيها نمله قد ايه؟ ايه دي؟ انا غسلتها لسه حاطه الملح السكر دلوقتي اهو. بصي ان في نمل هنا اهو كتير اهو. مش عارفه انا غسله دي السمسم بقى، السمسم حط السمسم مكانها. بص النمله قد ايه؟ سبحان الله. نعم.
هاتيلي منديل، منديل يا حبيبي، منديل اللي هو بتاع نشتري ده، حوالي مناديل من الحوالي بتاع الحمام دي. جبت منديل بليته ميه اهو، همسح الايه العلبة اهو كده. جزء من النمل طلع مع الورقة. لسه مغضين السكر. هو بينتشر بسرعة، أصل هو كان في المكان نفسه، يعني هو كان مهيأ إنه يلاقي أي حاجة زي كده إيه، ومنتظر حاجة زي كده. سبحان الله. طب أنت في البسكوت إيه؟